السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الأعزاء، احنا إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الخامس. اسم الدرس ده مالا كومكوا. مالا كومكوا. مالا معناها لئيم أو مكار، كوم يعني مثل، كوا ماذا. يعني عنوان الدرس كده، لئيم مثل ماذا. مالا كومكوا. مالا ايه كومكوا. طب احنا الدرس ده المطلوب مننا هنعرف فيه ايه؟ اولا احنا الدرس ده هنعرف فيه ازاي نستخدم الصفات دي اللي هي مرتبطة ببعض الحيوانات، علشان نعرف ممكن نوصف نفسنا بيها او نوصف اي حد بهذه الصفات. طيب اول شيء انا علشان اعرف استخدم هذه الصفات لازم اعرف فيرب، فعل من اهم افعال اللغة الفرنسية هو فيرب اتر. فيرب اتر يا جماعة بمعنى يكون، اللي هو في الانجليش بيساوي فيرب تو بي. نفس الفكرة زي في الانجليش يا جماعة. في حاجة اسمها المين فيرب، الفعل الاساسي. احنا في الفرنساوي هنا بنسميه الانفينيتيف. احنا بناخد الفعل الاساسي ده وبنصرفه مع الضمائر. زي مثلا في الانجليش انت عندك فيرب تو بي، ده الفيرب المين فيرب، الفعل الاصلي. انا باخد فيرب تو بي وبصرفه مع الضمائر، يعني مع هي وشي وات مثلا بيبقى از، مع اي بيبقى ام مثلا، مع وي وزي بيبقى ار. نفس الفكره في الفرنساوي، احنا بناخد الفيرب المين فيرب، الفعل الاصلي اسمه فيرب اتر بمعنى يكون. انا باخد الفعل ده بصرفه مع الضمائر. طيب فيرب اتر يا جماعه مع جو، لو انا عايز اقول انا اكون بيبقى سوي، يبقى جو سوي. جو سوي انا اكون. انت او انتي tu es. tu es. هو il او هي elle او on او احنا et، يبقى je suis، tu es، il و elle و on est، nous sommes. nous يعني نحن. nous sommes. nous sommes. vous أنتم. vous êtes. vous êtes. ils هم أو elles هن sont. يبقى verbe être مع je بيبقى suis، أنا أكون يبقى je suis. أنت يعني tu، أنت تكون يبقى tu es أو tu es. هو أو هي il أو elle بتبقى est. nous بتبقى sont. vous بيبقى êtes. il و elle بيبقى sont. يبقى verbe être je suis، tu es، il و elle و on est، nous sommes، vous êtes، il و elle sont. طيب أنا بستخدم verbe être علشان استخدم الصفات. انا عايز اقول انا اكون، هقول جو سوي وبعدين اقول الادجكتيف، الصفه اللي انا هستخدمها. عايز اقول هو او هي يكون او تكون، يبقى إيل او إل ايه واقول الصفه. طيب احنا دلوقتي هنشوف الصفات اللي احنا هنستخدمها اللي هي مرتبطه ببعض الحيوانات. عندك مثلا انا هي كاتب لك الصفه الماسكولين المذكر والصفه الفيمينا. يبقى الصفة الماسكولين المذكر والصفة الفيمينا. طبعا القاعدة العامة لتأنيث أي صفة دي القاعدة العامة إن أنا بضيف لها بس في بعض الصفات بتبقى حالات مختلفة. طيب عندنا مثلا أول صفة هي فور. فور معناها قوي، دي للمذكر. المؤنث هتبقى فورت، يبقى فور قوي للمذكر. المؤنث هتبقى إيه؟ فورت، ضفت لها عندي الصفة التانية بافار، معناها رغاي، دي للمذكر. المؤنث هتبقى بافارد، رغاية، هضيف لها يبقى هنا بافار رغاي، المؤنث بافارد. تالت صفة لون. لون معناها بطيء، في المؤنث هتبقى لونت، بطيئة، هضيف لها يبقى لون المؤنث لونت. لون المؤنث لونت. فيير فخور أو متفاخر، المؤنث هتبقى فيير، يبقى هنا فيير في المذكر. المؤنث هتبقى فيير، هضيف لها واكسون جراف على بعد كده في دو. دو معناها لطيف، المؤنث هتبقى دوس. دو لطيف، المؤنث دوس. دو دوس. دو دوس. الصفة اللي بعد كده بو. بو يعني جميل، المؤنث بيل. بو المؤنث بيل.
الصفة الأخيرة مالان. مالان يعني لئيم، المؤنث ماليني. مالان ماليني. مالان المذكر، الصفة المؤنث ماليني. يبقى هنا يا جماعة بالنسبة للصفات، أول صفة فور قوي، المؤنث فورت. بافار غاي، المؤنث بافارد. لون بطيء، المؤنث لونت. فيير متفاخر أو متكبر، المؤنث فيير. دو لطيف أو هادئ، المؤنث دوس. بو جميل، المؤنث بيل. مالان لئيم، المؤنث ماليني. طيب احنا دلوقتي هنشوف بقى الصفات دي مع الحيوانات المرتبطة بيها وازاي ممكن استخدمها، سواء علشان اصف نفسي او اصف اي حد. انا هنا لو عايز اقول انا قوي، ايه هو الحيوان المتميز بالقوة المشهور بالقوة؟ هو الاسد. يبقى هقول كده je suis، انا اكون. احنا قلنا verb être مع je، انا اكون، يبقى je suis. لو انت ولد هتقول fort. طب لو انت بنت هتقولي forte. comme يعني مثل، comme يعني مثل. un lion يعني انا قوي كالاسد، يبقى je suis fort او forte comme un lion، انا قوي كالاسد. يبقى هنا je suis fort للولد، لو بنت تبقى forte comme يعني مثل un lion. طب لو انت بتوصف حد هيبقى il هو او il هي، verb être مع il او il بيبقى ايه، يبقى il او il est fort او forte comme un lion. يبقى il او elle est fort قوي للولد، forte للبنت، comme مثل un lion. الصفة التانية لو واحد غاي قوي، هنا الطائر المرتبط بالصفة دي طائر في نوع من انواع الغربان اسمه العقعق. ده مشهور جدا ان هو دائم الصياح. طيب انا عايز اقول مثلا بصف نفسي وبقول انا غاي كالعقعق، يبقى اقول كده je suis bavard لو ولد، لو بنت هتبقى bavarde comme une pie. يبقى je suis bavard غاي او bavarde لو بنت comme une pie. طب لو انت بتوصف حد هتقول كده il هو او elle هي ايه يكون. لو ولد هيبقى bavard، لو بنت هتبقى bavarde comme une pie. طب الصفة اللي بعد كده لو واحد عايز يقول انا بطيء، ايه من اكتر الحيوانات البطيئة المشهورة جدا بالبطء اللي هي السلحفاة. يبقى هيقول كده je suis lent لو ولد، لو بنت هتقول lente comme une tortue يعني بطيء او بطيئة كالسلحفاة. طب لو انت بتوصف حد عايز تقول هو يكون، يبقى هتقول il est lent comme une tortue. طب لو بنت يبقى هتقول elle est lente comme une tortue يعني بطيئة كالسلحفاة. الصفة اللي بعد كده لو واحد كده حاسس بنفسه متفاخر في سن التكبر، حاسس ان هو مفيش زيه وهو ولد وعايز يقول انا اكون متفاخر، يبقى ايه اشهر حيوان مشهور بالصفة دي؟ الديك. حتى في الامثلة يقول لك كده نافش ريشه زي الديك، يعني حاسس بنفسه يعني مفيش زيه كده يعني. يبقى هيقول كده je suis fier comme un coq لو ولد، لو بنت هتقول je suis fier comme un coq. يبقى je suis fier للولد، البنت هتبقى برضو fier هضيف لها e واكسون جراف على الاو comme un coq. طب لو انت بتوصف واحد عايز تقول هو يكون، يبقى هتقول il est fier comme un coq. طب لو بنت هتقول elle est fier comme un coq. طيب بعد كده في بقى صفة لو واحد لطيف وديع هادئ، ايه من اشهر الحيوانات المشهورة بالصفة دي؟ هو الانيو. الانيو يا جماعة اللي هو الابن الخروف الصغير اسمه انيو. اسمه ايه؟ انيو. يبقى هو لو عايز يقول على نفسه انا لطيف هادئ كالانيو هيقول كده je suis doux لو ولد comme un agneau. طب لو بنت هتقول je suis douce comme un agneau. طب لو انت بتوصف حد لو مذكر هتقول il est هو يكون doux comme un agneau. طب لو بنت هتقول elle est douce comme un agneau. طيب واحد شايف نفسه جميل
ايه الحيوانات الجميلة قوي زي القطة مثلا وزي الفراشة مثلا، متميزين بالجمال. هيقول مثلا je suis، لو ولد هيبقى beau comme un chat. طب لو بنت هتقول je suis belle comme un chat. طيب لو بتوصف حد هو يبقى il est beau comme un chat. طب لو هي بنت هتبقى elle est beau belle. هنا il est belle comme un chat. طيب برضه قلنا الجمال الفراشة. لو انت عايز تقول انا جميل كالفراشة هتقول مثلا je suis beau لو ولد comme un papillon. طب لو بنت هتقول je suis belle comme un papillon. طب لو بتوصف حد في المذكر هتقول il est beau comme un papillon. طب لو بنت هتقول il est belle comme un papillon. الصفة اللي بعد كده الصفة الأخيرة في المكر واللؤم، اللي من أشهر الحيوانات المشهورة بيه اللي هو السنج، القرد. لو انت عايز تقول انا لئيم كالقرد هتقول كده. لو انت ولد هتقول je suis malin comme un singe. je suis malin comme un singe. طب لو بنت هتقول je suis maligne comme un singe. je suis maligne comme un singe. طب لو انت بتوصف حد هو هتقول il est malin comme un singe. لو هي هتقول elle est maligne comme un singe. يبقى هنا يا جماعة دي الصفات، أشهر الصفات المرتبطة بالحيوانات. لازم أخلي بالي دايما من المذكر والمؤنث، إن هنا الصفة بترتبط بالفاعل. لو مذكر يبقى الصفة لازم تكون مذكر، لو مؤنث يبقى لازم الصفة تكون مؤنث. وخلي بالي إن فور قوي المؤنث بتاعها فورت، بافار غاي المؤنث بافارد، لون بطيء المؤنث لونت، فيير متفاخر المؤنث فيير، دو هادئ أو لطيف المؤنث دوس، بو جميل المؤنث بال، ملا لئيم المؤنث مالينيا. طيب بعد كده في تمرين بيقول لك ايه؟ complète avec l'adjectif convenable، يعني أكمل بالصفة المناسبة. طيب هو هنا جايب لي السؤال ازاي؟ بيقول لي ايه؟ أول حاجة بيقول لي إليه نقط كوم نقط، يعني هو يكون نقط، عايز تحط صفة، كوم مثل وتحط حيوان، وجايب لي صورة السنج القرد. طيب ايه هي الصفة المرتبطة بالقرد؟ القرد أولا هو هنا الفاعل مذكر، يبقى الصفة اللي هي ايه؟ أيوة مالان، يبقى إليه مالان. كوم قرد يعني ان سانج، يبقى إليه مالان كوم ان سانج، إليه مالان كوم ان سانج. طب لو كانت بنت كانت تبقى إليه مالينيا كوم ان سانج، إليه مالينيا كوم ان سانج. طيب نشوف الجملة اللي بعد كده. بيقول لك ال هنا مؤنث إليه نقط كوم نقط، وجايب لي صورة ال بي. بي احنا قلنا اللي هو العقرب، نوع من انواع الغربان. طب ده مشهور ايه صفته؟ ان هو غاي. طب يبقى هنا ال يبقى مؤنث، يبقى لازم الصفة تكون في المؤنث، يبقى هقول ايه؟ إليه ايوه بافارد غاية كوم اون بي، يبقى إليه بافارد كوم اون بي. طب نفترض كان ولد، لو كان بدل ال كانت إيل يبقى كنت هقول كده إليه بافار كوم اون بي. طيب نشوف الجملة اللي بعد كده. بتقول لك إيل هنا مذكر هو إليه نقط كوم نقط، وجايب لي صورة ايه؟ أسد ليون. طبعا الليون الصفة بتاعته ايه؟ قوي، يبقى هقول ايه؟ إليه ايوه فور كوم ان ليون، يبقى إليه فور كوم ان ليون. طب لو كانت الفاعل ال كانت تبقى الصفة مؤنث، يبقى كنت هقول كده إليه فورت كوم ان ليون. طيب نشوف الجملة اللي بعدها. إليه نقط كوم نقط، وجايب لي صورة تختي. طبعا هنا الفاعل مؤنث، يبقى لازم احط الصفة فين؟ في المؤنث. طب التختي تمتاز بايه؟ بالبطء، يبقى هقول كده إليه ايوه لونت كوم اون تختي، يبقى إليه لونت كوم اون تختي. طب لو كان فاعل مذكر يبقى كنت اقول كده إليه لون كوم اون تختي. طيب نشوف الجملة اللي بعد كده. بتقول لك ايه بقى؟ إليه نقط كوم نقط، وجايب لي صورة ايه؟ الأنيو. طبعا الأنيو يمتاز باللطافة والهدوء والوداعة، يبقى هقول كده هنا الفاعل مذكر، يبقى لازم الصفة مذكر، يبقى هقول كده إليه دو
comme un agneau. il est doux comme un agneau. طب لو كانت مؤنث، لو الفعل كان مؤنث كنت اقول كده il est douce comme un agneau. طيب بعد كده نشوف تمرين تاني. بيقولك choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصح. choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصح. طيب الجملة الأولى بيقول لي إيه؟ علي إيه؟ بيقول لي بو ولا بيل؟ طيب الجملة اللي بعدها بيقول نهى إيه؟ ماليني ولا مالان؟ بعد كده بيقول لي شادي إيه؟ بافار ولا بافارد؟ بعدين بيقول لي سهيلة إيه؟ فور ولا فورت؟ بعد كده بيقول لي فاطمة إيه؟ فيير ولا فيير؟ بعد كده بيقول لي مينا ايه؟ دو ولا دوس؟ طبعا التمرين ده ليه علاقة بالصفات المذكر والمؤنث. يبقى انا بشوف الفعل لو مذكر يبقى لازم اختار الصفة في المذكر، الفعل لو مؤنث يبقى لازم اختار الصفة في المؤنث. طب نشوف اول جملة، علي ايه؟ بو ولا بيل؟ هنا علي ده مفرد مذكر يبقى على طول الصفة هتبقى الإجابة هتبقى بو. طيب الجملة التانية نهى ايه؟ ماليني ولا مالان؟ هنا نهى دي مفرد مؤنث يبقى لازم الصفة تكون في المؤنث يبقى ماليني. طيب شادي ايه؟ بافار ولا بافارد؟ شادي ده مفرد مذكر يبقى لازم الصفة تكون في المذكر هتبقى الإجابة ايه؟ بافار. سهيلة ايه؟ فور ولا فورت؟ طبعا سهيلة دي مؤنث يبقى لازم الصفة تكون في المؤنث يبقى الإجابة هتكون ايه؟ فورت. فاطمة ايه؟ فيير ولا فيير؟ طبعا اللي هنا فاطمة مؤنث يبقى الإجابة هتبقى فيير. آخر حاجة مينا ايه؟ نقط. مينا أولا ده مذكر يبقى لازم الإجابة ايه؟ هل هو دو ولا دوس؟ يبقى الإجابة الصحيحة هي دو لأن مينا مفرد مذكر. طيب بعد كده في تمرين إيكوت بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك écoute et numérote l'animal. écoute et numérote l'animal يعني اسمع ورقم. هو هنا هيعمل ايه يا جماعة؟ هو هنا هيقول لي الصفة لكن هو مش هيقول لي الحيوان. المفروض انت هنا هتستنتج ان الصفة دي مع اي حيوان وعلى هذا الاساس انت بترقم. يعني مثال مثلا لو قال لي مثلا ايه؟ il est fort comme un نقط. طبعا الإجابة الصح هو قوي كالأسد. يبقى أنا هنا عند صورة الأسد هحط رقم 1 ده بقول مثلا وهكذا. طيب نسمع طيب التمرين. Leçon 5. Malin comme quoi? Activité 1. Écoute et numérote l'animal. Écoute la suite pour vérifier. 1. Il est doux comme un. 2. Elle est bavarde comme une. 3. Il est fier comme un. 4. Il est fort comme un. 5. Elle est lente comme une. 6. Il est malin comme un. طيب احنا دلوقتي هنشوف بقى الإجابات وهنقارنها بالإجابات بتاعتنا. نسمع بقى الإجابات. 1. Il est doux comme un agneau. 2. Elle est bavarde comme une pie. 3. Il est fier comme un coq. 4. Il est fort comme un lion. 5. Elle est lente comme une tortue. 6. Il est malin comme un singe. طبعا ادينا اتأكدنا من الإجابات. طيب آخر حاجة في فيديو النهاردة هنشوف بعض الكلمات المهمة اللي أنا لازم أكون أعرفها. طبعا كوم يعني مثل. كوم يعني مثل.
يبقى هنا يعني وخلي بالي في فور المؤنث بتاعها اللي قوي. في يا جماعه كومود يعني استفهام بمعنى كيف. انت لو عايز تسال واحد تقول له اوصف نفسك او انت عامل ازاي كده tu es comment او comment es-tu او comment es-tu. طبعا هو هيجاوب عليه يقول لك مثلا je suis comme un lion انا قوي كالاسد، او je suis bavard comme بي انا زي مثلا كالعقرب مثلا. يبقى هنا لازم نخلي بالك من كوم اللي هي مثل كومون اللي هي كيف اللي هي اداه معنى كيف. طبعا هنا في بو جميل مؤنث بل يبقى بو جميل مؤنث بل. في كمان دو اللي هو لطيف مؤنث دوس فيير بافارد مالا المؤنث ملين مالا المؤنث ملين. في ان بابيون هي فراشة ان بابيون فراشة. في كلمة كوا بمعنى ماذا بمعنى كوا يعني ماذا. طبعا انت لو عايز الحل تقول له اوصف لي نفسك او انت عامل ازاي تقول له ايه كومون يعني انت عامل ازاي، او اوصف لي نفسك. هو ممكن يرد عليك يقول لك je suis comme un lion او je suis bavard comme une pie او je suis malin comme un singe او je suis beau comme un papillon او je suis lent comme une tortue. طيب في نهاية الفيديو أتمنى أن الفيديو عجبكم، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.